اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل على أحلى عيلة في الدنيا. هاتيلي بقى بيضتين كده وتعالي ونعمل العظمة ده. بجد فرحي ولادك، وبجد طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا. يلا ما اطولش عليك وندخل على المكونات على طول. معايا هنا استخدمت بيضتين، هنجيب بيضتين ورشة فانيليا، هنضربهم مع بعض كويس. بص عايزه اقول لك بقى ان البسكوت ده بجد 10 دقايق، وبجد هو طريقته يعني بتخلص يعني قولي نص ساعه تبقى مخلصاه، مش هنقول 10 دقايق. وبعد كده هجيب معايا السكر البودر. يعني ضربت البيضتين مع بعض، انا استخدمت مضرب يدوي عادي خالص، واستخدمت معايا هنا 150 جرام من السكر البودر. حابه تستخدمي سكر عادي، ايوه ينفع سكر عادي، بس يفضل ان انت تضربيه كويس جدا، يا اما في الخلاط يا اما بالمضرب الكهربائي عشان يدوب معاكي كويس جدا. والطريقة دي أنا مش هستخدم فيها ولا زبدة ولا سمنة. اهو شايفين، انا بقول لك هنا ان لازم السكر معاكي يدوب كويس جدا. انا استخدمت سكر بودر فطبعا دايب معاكي. انا بقول لك هنا لو انت بتستخدمي سكر حبيبات يبقى طبعا هتشوفي محبب معاكي ولا لا. بعد كده هنزل معايا بكوبايه الا ربع من الزيت. انا استخدمت كل المعايير بتاعتي بالكوب المعياري اللي هو 250 جرام. نزلت خلطت كده البيض معايا مع الفانيليا مع الزيت. تمام كده، مفيش اسهل من كده. هنزل معايا دلوقتي بالدقيق، ونزلت بالدقيق بكوبايتين وربع من الدقيق، وديت معايا 3 معالق كبار من النشا. النشا مكون سحري هنا هيخليه يدوب معاكي اكنك مستخدمه زبده بالظبط. واستخدمت كمان معلقه صغيره من المعالق المعياريه من البيكنج باودر، رشه من الملح. هنقلب كده الاول بالسباتولا، هاتي من الجناب كده، وبعد كده هنبتدي نشيلها. عايزه اقول لك البسكوت ده بجد هيعجب الولاد جدا معاهم في المدرسه بقى، واحنا جنب كوبايه شاي جنب كوبايه نسكافيه، في الفطار الصبح. بجد حلو وهش وخفيف ولذيذ وناعم وبيدوب بسبب اضافه النشا اللي احنا حاطينها، بما يعادل 60 جرام من النشا. عايزه اقول لك ان انا هنا استخدمت في الاول كوبايتين وربع من الدقيق، ولكن لقيتها بتلزق قوي معايا، فحطيت نزلت بمعلقه معلقه، عشان طبعا كل دقيق في دقيق بيشرب السوائل في دقيق ما بيشربش السوائل، فنضيف الاضافه معلقه بمعلقه. انا ضفت هنا كوبايتين ونص من الدقيق، فانت تضيفي الاول كوبايتين وربع على حجم الكوبايات المعياريه اللي هي قد 250 جرام، وبعد كده زودي معلقه بمعلقه. عايزه اقول لك هنا ان انت هتلاقي العجينه بتلزق جدا في ايدك، ولكن روحي اغسلي ايديكي وارجعي تاني هتلاقيها زي ما انا بصي بوريكي اهو. اول ما تكوريها في ايديكي وتدوسي عليها وتلاقيها ما بتشققش كده بالمنظر ده، يبقى احنا كده عجينتنا جاهزه وزي الفل. نجيب بقى صاج معانا، وبصوا شفتوا الخطوات سهله ازاي، بسيطه والله العظيم بسيطه يا بنات. جبت صاج معايا مدهون، بصي فرشة بسيطة من الزيت، فرشة بسيطة جدا يكاد يكون نقطتين، يا إما مفروش ورق زبدة، لأن طبعا مش حاطين مادة دهنية كتير جدا فيه. بصوا بقى التشكيل يا بنات يرجع لكم، التشكيل يرجع لكم. انا هنا عملته بالشكل المدور ده زي ما احنا شايفين. ولو انت وصلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك معاكي في القناة، ومعاكي ابتسام الجبالي. اتمنى تنوروني ونبقى اخوات وعيلة واحدة كده، ونوصل مع بعض ان شاء الله. هنا عملتها هتكوريها قد الليمونة الكبيرة شوية، او الحجم اللي انت تحبيه، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة براحتك خالص. هنا كورتهم، وبقول لك ان احنا هنديها ضغطه شويه بس من الايد، تضغطيها بس تفرديها، وتسيبي مسافات عشان برضو هتزيد في الفرن حاجه بسيطه. هتستخدمي هنا في التشكيل، انا استخدمت بصراحه الغطا، يعني ممكن تستخدمي غطا ازازه، اي غطا ازازه بلاستيك عندك. انا استخدمت هنا اللي هو القمع بتاع الكيس الحلواني، القمع معايا. ممكن طبعا هو غطا ازازه مفيش مشكله خالص، ونعمل بالمنظر ده هلالات، اللي هي بصوا هلال هلال هلال. عايزه تعمليه بشوكه ممكن ينفع تعمليه بشوكه. ممكن انا هوريكي برضو طريقه تانية، ان انا هجيب بصمه الكحك واوريكي كده واحدتين ان انا هعملهم ببصمه الكحك. يعني يا بنات اخترعوا وابتكروا في التشكيل، احنا بس بنوريكي افكار وانتي ابدعي براحتك. شايفين هنا التشكيل بصراحه سهل جدا. في الوقت ده وانا بشكل ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، يبقى قبليها كده ب5 دقايق ولا حاجة الفرن يسخن معايا حاجة بسيطة. بس بصراحة أنا كملت التشكيل بتاعي بالغطا، لأنه بصراحة أنا حسيته إن الشكل أحلى بكتير. شايفين سهل وبسيط ومفهوش أي مشكلة خالص. اعملوها بقى لولادكم يروحوا بيها المدرسة، أحسن والله 100 ألف مرة من المواد الحافظة
طبعا احنا شايفين يا جماعه الغلاء، الاسعار اللي احنا بقينا فيه، البسكوتات بقت بكام، والحاجات ودول انضف واصح بكتير، وعاملاها بايدك. وعايزه اقول لك الحاجه اللي انت عاملاها بايدك بتبقى بجد ليها طعم تاني، سبحان الله كده. الحاجه اللي احنا عاملينها بايدينا في البيت سبحان الله بتبقى زي السكر، وغير ان هي صحيه جدا علينا. شايفين الغطا يا ولاد؟ يعني عايزه اقول لكم بجد الغطا يعني لا سحر، مش ممكن. اهو. وعملت كمان صينيه تانية، متبقي معايا كميه تانية. وهنا بقى بعد ما طلع من الفرن، عايزه اقول لك انه بيقعد معاكي في الفرن من ربع ساعه لتلت ساعه، ما بيكترش خالص. عايزه تحبه تولعي عليه الشوايه اول ما ياخد لون ذهبي من تحت كده، هو خلاص كده تمام قوي. عايزه تولعي عليه الشوايه ياخد لون بسيط، ولعي. انا ما ولعتش الشوايه، اللي حبيت ان انا اعمل خطوه اضافيه. طبعا هو ساده بيبقى حلو جدا، ولكن اللي بيحب بقى الشوكولاته، نحب ندلع، نحب ندلعهم كده ونهوي عليهم شويه. فتسيحي كده انا سيحتهم هنا في الميكروويف، بس كل 30 ثانيه بطلع الشوكولاته من الميكروويف عشان ما تتحرقش معاكي. تقلبيها وتدخليها تاني، وبعد كده حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت عشان بس تديني لمعه معايا. تقلبيهم كويس وتنزلي. عايزه تغطسيها كلها في الشوكولاته. انا عملت شويه ساده شويه كده، وبقيت عملت خطوط كده بالشوكولاته على البسكوت بتاعي. يعني حركات بقى، لزوم الحركات والتصوير وانتوا عارفين بقى، يعني على قدنا، يعني مش اللي هو يعني انتوا ممكن تعملوا احسن مني بكتير كمان. واتمنى يكون الفيديو عجبكم بجد. جربوا الطريقه وقولوا لي في الكومنتات، ونصلي كده على الرسول في الكومنتات يا جماعه. وندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين، ان شاء الله ربنا ينصرهم على القوم الكافرين. ما قدامناش حاجه غير الدعاء. نسالهم الدعاء، واللهم ارحم شهدائنا يا رب في فلسطين وغزه، ويا رب ينصرهم على القوم الكافرين باذن الله. شايفين؟ انا حابه اوريكم بس البسكوت من جوه هش ازاي، بجد تحفه يا بنات، والله العظيم تحفه جدا. مش عايزه اقول لكم، مش عشان انا اللي عاملاه بس، والله العظيم طريقته روعه جدا، وبجد سهل وبسيط. قومي بقى اعمليه حالا وما تكسليش، وبجد هتدعي لي. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.